رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج قبل الفطور. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حبها في القلب ذايب، حبها في القلب دايم وانا غايب عنها. امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. حبها في القلب ذايب وانا غايب عنها. أمي يا أغلى القرايب والحبايب دونها. صبرة في كل حال ما تبالي بحزنها. ساهرة طول الليالي بطيب ثالي ظنها. حبها في القلب دايب وانا غايب عنها. أكثر إنسان على وجه الأرض يستحق منك العناية والاحترام والتقدير والبر والإحسان في رمضان وفي غيره الأم. هذه الأم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. ثم والدك وإخوانك وزوجتك وأبنائك وأرحامك ممن افترض الله عز وجل عليك الإحسان إليهم وبرهم وصلتهم. هذا رمضان فرصة لتجديد المياه الراكدة مع الوالدين ومع غيرهم من أولي الأرحام. الأم والأب أبواب إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. جبريل عليه السلام نزل من السماء ودعا بدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن على دعاء جبريل. جبريل عليه السلام يقول: رغم أنف رغم أنف رغم أنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. دعاء بالذل والهوان والخسران على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. يعني هي فرصة ذهبية لك أنهم باب من أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أتى إليه رجل يسأل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أمك. ثم قال الرجل: ثم أي؟ قال: أمك. ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أبوك. فأعظم ما تسير صاحبهم هم الوالدين. الله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول ابن عباس: اتقوا الله في أرحامكم وصلوها. ومن أعظم الناس الذين نريد أن نصلهم هم الوالدين، الأب والأم. بعض الناس أعزائي المشاهدين ويا كرام يستغرب من تكرار هذا الموضوع. ليش نكرر بر الوالدين، أمك؟ واحد يقول لك دير بالك على والدينك. كل مكان، مدرسة، مسجد، تلفزيون، برنامج، مقطع، في تكرار. يظن الناس أن هذا المعنى لا يحتاج إلى تكرار. فلاح الدنيا والآخرة في هذا الأمر. رضا الله عز وجل من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين،
وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والله العظيم أنا أكلمك عن نفسي، أنا أحتاج من يذكرني بهذا الحق العظيم في كل وقت وفي كل حين. يا أخي الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إيش بعد حق الله؟ وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين هذا سبب لسعادتك، سبب لفلاحك في الدنيا قبل الآخرة. ترى بر الوالدين حتى من أراد وظيفة، من أراد تفريج كروب، تفريج هموم، عليه ببر الوالدين. في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة من بني إسرائيل، خلاص هم داخل الغار والصخرة قفلت عليهم الباب، قال لهم واحد منهم: والله لن يجيكم الله عز وجل إلا أن تتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. كل واحد فينا يشوف إيش العمل الصالح اللي قدمه في هذه الحياة الدنيا ويتوسل به إلى الله. واحد منهم إيش قال؟ قال: إنه كان لي أبوين، له أب وأم، وكان يذهب في رعي للأغنام وفي شغله، ثم يحلب الحليب من تلك الأغنام ويأتي به. ما في أحد يشرب قبل أبوه وأمه، لا زوجته لا أبنائه ولا أحد من البشر. في يوم من الأيام جاء وأبوه وأمه ناموا، فجلس بهذا اللبن إلى أن طلع الفجر وهو واقف بالقدح فوق رأس أبيه وأمه ينتظرهم أن يستيقظوا حتى يشربوا. فاستيقظوا وشربوا، ثم قال وهو في الغار: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم. كربة عظيمة نجاها الله ببركة ماذا؟ ببركة بره بوالديه. الله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب بعض الناس ممكن يسأل يقول: أعطونا خطوات عملية تساعدنا على بر الوالدين، لا نريد كلام أنتم شجعتونا الآن، خليتونا، حببتونا، حفزتونا إن فعلا نبدأ حياة جديدة، صفحة جديدة. أول شيء سبحان الله يعمل بقوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت ذليل أمام والديك، سيجعلك الله عز وجل عزيز بين الناس. ذل نفسك. الأمر الثاني الله عز وجل قال: وقل لهما قولا كريما. يا أخي أقل القليل اكرم والديك ولو بالقول، بالكلام، سمعهم كلام حلو، تقرب إليهم بالكلمة الطيبة. أيضا يا أبو حسين، شوف الشيء اللي يحبوه وسويه. إيش تحب أمك، وحاول أنت تكون سباق إنك تقدم لها الشيء اللي هي تحبه، وأبوك أيضا الشيء اللي يحبه وقدمه له. يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي: أعظم البر، اللي يبغى الآن يقدم، أعظم البر أن تعين والديك على طاعة الله. خذهم عمرة في رمضان الآن، خذ أمك، خذ أبوك، روحوا عمرة، أو إذا ما تقدر تصدق عنهم، اعمل لهم وقف. أقول لك يا أبو حسين، في واحد السواق راح دفع 1000 ريال في وقف، وأخذ ورقة من الجهة الخيرية اللي تصدق فيها بهذا الوقف، وأخذ هذه الورقة شهادة تبرع، وجاء الأم وقال: يا أمي أنا حبيت أقدم لك هدية، فما وجدت أعظم من إني أقدم لك حسنات. الله. وهذا وقف، هذه قيمة، هذا وقف تبرعت لك فيه بقيمة 1000 ريال. شيء عملي. قدم حسنات لأمك وأبوك حتى وإن كانوا أموات، ولد صالح يدعو له. أعزائي المشاهدين، ختمنا هذه الحلقة بأن تقدم هدية، وندعوكم أن تقدموا عملا تفرح فيه والديكم. رمضان